في فرق كبير من طفل مش بيسمع الكلام وطفل مش فاهم المطلوب منه. امهات كتير بتقولي انا بقول الكلمه 100 مره وبرضه ما بيسمعش الكلام، والحقيقه ان الحكايه مش ان الطفل سامع الكلام بودانه، الحقيقه ان الطفل ممكن تكون مشكلته مش فاهم مدلول الكلام او المفروض اعمل ايه بالظبط او ازاي اعمله، وده طبيعي وخصوصا لما تعليماتك تكون عامه او طويله او صوتك فيها عالي. الطفل بيتلخبط، ينفذ غلط او ما ينفذش خالص او ينفذ بطريقه بتسمى عندنا بالمقاومه، فاحنا نشوفها انه عند وانه قاصد ومتعمد انه يضايقني، ونزود ضغط ونزعق تاني ونتهمه انه عنيد وما بيسمعش الكلام، سوء سلوك وتصرف غلط من الاهالي، ونرجع تاني نلف في نفس الدايره. اغلب الاطفال اللي بنتهمهم ان هم ناس عنيده ومش بيسمعوا الكلام لما بيفهموا المطلوب ويتحط لهم التعليمات في اطار واضح ادائهم بيبقى احسن كتير جدا. خلي التعليمات قصيره ومش عامه، بدل ما تقولي رتب اوضتك، نظف مكانك، هتقولي حط اللعب في الصندوق، شيل طبقك وحطه في الحوض. تعليمات قصيره ومحدده. بلاش الكلام العام، وفي وقت هادي مش وانتي متعصبه او الطفل يكون زعلان ركزي على اكساب الطفل المهاره بجد. طلب واحد في المره الواحده، عقل الطفل مش بيقدر يستوعب اوامر كتير ورا بعضها. اتاكدي انه فاهم، خليه يعيد اللي سمعه من غير اختبار او ضغط. جربي تغيري اسلوبك ويبقى فعلا هدفك ان الطفل يتعلم المهاره بشكل حقيقي وعميق، وشوفي سلوكه هيتغير ازاي. ولو عايزه تتعلمي اكتر جهزت لك الكورس المجاني في اساسيات تعديل السلوك، وهتلاقي اللينك تحت في الكومنتات.